هذا الفيديو من اكثر الفيديوهات اللي راح تستفاد من عندها من ناحية رياضيا، وراح تستفاد من عندها حتى على مستوى حياتك الشخصية. المنتخب العراقي هو اخر منتخب تأهل لكأس العالم. ليش احنا لعبنا هواية مباريات الا فزنا؟ احنا مو مثل باقي المنتخبات، مع الرغم انه عندنا الوعي وامكانيات كل زينة. ليش دائما نواجه هاي المتاعب ويصير بينا هيك؟ ليش المنتخب العراقي بالضبط؟ وليش صار لنا 40 سنة ما تأهلنا إلى كأس العالم؟ أول شي لازم تعرف شغلة، إنه الإنسان القوي ما انولد قوي، أقصد قوي كشخصية، أو الإنسان الضعيف ما انولد ضعيف. لازم أثرت بيه البيئة حتى تكونت شخصيته، من ناحية الأهل ومن ناحية الأصدقاء ومن ناحية جميع الناس وجميع الظروف اللي تحيط بيه واللي أثرت بيه وكونت شخصية. راح أجيك على شخصية الإنسان القوي. يعني حبيبي، يعني ليش هذا الإنسان يصير قوي؟ شلون هذا الإنسان يتحمل الضغوط؟ طبعا أكثر الكتاب وأكثر العلماء اتفقوا على هاي النقطة، إنه المعاناة هي من تصنع الصلابة الذهنية. المعاناة هي من تصنع قوة الشخصية. المعاناة هي من تجعلك تتحمل الضغط. المعاناة وكل الظروف السيئة اللي تمر بيها راح تخليك أقوى ذهنيا، راح تخليك صلب عقليا. طبعا طول التصفيات كل ما نصعد ونفوز ونصعد ونفوز لازم بالأخير نتعثر ونوقع ونخسر، وكل ما نخسر اللاعبين يبدا يواجهون ضغط اعلامي كلش كبير وضغط نفسي. هذا الضغط النفسي شيء اكيد ما راح يصير هباء منثورا، وانما راح يفيدهم نفسيا ويخليهم يتحملون ضغط اكثر. فاجت التصفيات الثانية ايضا فزنا وردنا نتأهل، بس ما حالفنا الحظ وايضا وقعنا، وايضا اللاعب تحملوا ضغط نفسي كلش كبير. ومن التصفيات ظلينا نفوز ونخسر، وخيبات امل كلش كبير. المنتخب العراقي اللاعب ظلوا يتحملون الضغط النفسي ويكتسبون خبرة اكثر. ركز لي على هذا. برأيك اذا رحنا لكأس العالم مبكرا شنو ممكن يصير؟ هل لاعب المنتخب العراقي سابقا ممكن انه يقدرون يواكبون باقي المنتخبات العالمية؟ هل يقدرون انه يواكبون الضغط النفسي اللي راح يصير بيهم بحكم انه هاي اكبر بطولة في كرة القدم؟ فاللي اريد اقوله، اي شي يصير هو خير من رب العالمين. اللاعب يواجهون ضغط ويكتسبون خبرة اكثر، وظلوا يواجهون ضغط ويكتسبون خبرة اكثر الى 2026 1 ابريل تأهل العراق رسميا إلى كأس العالم. مو قبل، بعد ما واجهوا هواي ضغوطات نفسية وبعد ما اكتسبوا خبرة، فأعتقد أنه هم جاهزين أنه يلعبون لكأس العالم ويواجهون هيجي منتخبات قوية. طبعا تعرفون شنو هي مجموعتنا، ومجموعتنا أصعب مجموعة عن باقي المنتخبات العربية. فأي شي يصير هو خير من رب العالمين. حتى لو شي يصير لك انت، حتى لا تواجه معاناة، حتى لا تواجه ظروف صعبة، فهذا الشي ما راح يضرك اكثر من انه ينفعك حاليا حاضرا او مستقبلا. فانت اي شي يصير بيك دائما قول الحمد لله والشكر على كل حال. فكل اللي صار هو كان تهيئة للاعيبة المنتخب العراقي ليكتسبون خبرة اكثر، يواجهون ضغط اكثر. لما راح يروحون كأس العالم هم مواجهين ضغط قبل، وضغط كلش قوي من هواية مباريات صارت، ما اقصد بس على التصفيات وانما على كل المباريات للمنتخب العراقي. فبعد ذاك الضغط النفسي وبعد الخبرة اللي اكتسبوها، اخيرا العراق جاهز ليلعب كأس العالم. واذا كنت تواجه اي مشكلة او اي شي ما تعرفه، بس علق وصلي على النبي محمد، وكان وياك AK0.